واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم الشامل عن العمل اليوم السادس على التوالي، ورفضوا صرف الأرباح المتأخرة بعد إرسالها من وزارة المالية رغم صرف جميع الشركات لهذه الأرباح، مطالبين بإقرار الحد الأدنى للأجور وإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. الحكومه ضحكت علينا وقالت لنا في شهرين وما فيش الشهرين، ضحكوا علينا. الحكومه قالت لنا في شهرين جايين وما فيش حاجه جت. دلوقتي الحكومه بتضحك علينا، وكمان ابو عيطه رئيس القوه العامله اللي بيقول لك انا وزير القوه العامله بيضحك علينا. كل العمال اللي هنا دي غلابه، هو بيحسب الحوافز ويحفظ كله 1200. الاساسي اقل واحد هنا 500 جنيه. احنا بندور مش حاجه تيجي. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد عبد الحميد المنحراوي، سكرتير عام اتحاد عمال حزب الوفد والمنسق العام لاتحاد نقابات المهنيين والحرفيين. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. خلينا نبدأ بسبب الإضراب اللي مستمر بقاله 6 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك مطالب عمال غزل المحلة قبل أي حاجة، مطالب عمال غزل المحلة مطالب شرعية. مطالب شرعية. تمام. ازاي مطالب شرعية؟ قول لنا عشان الوقت، قول لنا ايه هي المطالب؟ مطالب عمال غزل المحلة عايزين يشغلوا الشركة، ضخ الاستثمار ومواد خام لتشغيل المصانع في غزل المحلة. عدد عمال غزل المحلة يتراوح بين 22,000 عامل. دي واحد. 2 بيتكلموا عن الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور حضرتك في سنة 2010 حكمت المحكمة في مارس بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه. احنا في 2014 مش عارفين نصرف. كل ما عمال غزل المحلة يطلبوا حاجة، كل ما يطلبوا أي شيء عمال غزل المحلة نعمل مشكلة، صوتهم يطلع. أنا حضرت هناك كذا مرة، كل ما نطلب أي حاجة حقهم يحصل مشكلة. الحكومة بتقول لكم إيه ساعتها؟ نعم؟ بتقول لكم إيه؟ الحكومة؟ لا، ده أنا قدمت مذكرة لرئيس الحكومة السابق والحالي. إيه الرد؟ ولا كأن في حاجة. ومن حوالي شهر كنت عند السيد وزير القوى العامة ومقدم مذكرة بالحد الأدنى للأجور. يعني احنا نقدر نقول ان السبب الرئيسي للإضراب هو الحد الأدنى للأجور؟ لا، السبب الرئيسي للإضراب مطالب شرعية. اللي هي رقم 1 عايزين نشغل الشركة، عايزين استثمار، عايزين مواد خام تشغل مصانع. دي رقم 1. طيب. الحد الأدنى للأجور رقم 2. القضية الثالثة بقى دي اللي هي عامله لنا مشكلة خالص، محاربة الفساد. هل رئيس مجلس إدارة مفوض؟ كلمة مفوض دي يعني هو لوحده. مجلس إدارة يبقى فيه مشاورة من ممثل من العاملين مجلس إدارة، إنما هو مجلس هو مفوض. هل يجوز؟ راجل عنده 72 سنة أو 71 سنة يجوز؟ لا يجوز إن واحد. ليه لا يجوز؟ عشان عنده 72 سنة؟ لا 8 سنين مفوض. ده شركة غزل المحلة يا فندم، غزل المحلة. ايوه المشكله فين؟ المشكله فين يعني؟ المشكله ان يكون في مجلس اداره، في مشاوره، في لما يكون مجلس اداره يبقى مكون من 8 او من 9 او من 10. تمام. يمثل فيه العاملين، حقوق العاملين. تمام. وبعدين هو بيدور على ايه؟ بيدور انه عايز يشغل المصنع. هو عايز يشغل المصنع، عايز مواد خام. ما هي دي القصه دي كنا قلناها قبل كده. عايز يربط الانتاج، يربط الانتاج بالمرتب، ودي كارثه بالدخل. انما انا بقول نربط الدخل بزياده الاسعار، لان الدخل بالمرتب ممكن في حضرتك يوقف الانتاج، يبقى ما فيش دخل له. ادي قصته. ادي مطالب المشروع. مطالب المشروع محاربة الفساد. انتوا كان المفروض ان انتوا تفضوا هذا الاضراب النهارده. ايه اللي حصل علشان الاضراب مكمل؟ حضرتك رئيس مجلس الاداره قال تقدم استقاله وما قدمش استقاله، وخدوا وعود كذا مره. الناس دي خدت وعود اكتر من مره. هي المشكله ايه يا حضرتك؟ المشكله عند الناس دي ايه؟ كل ما يجوا ياخدوا حقهم يطلبوا حقهم، نسبه من حقهم يطلعوا صوتهم ويعملوا مشكله. بس انتوا كان هيتصرف لكم الارباح امتى؟ حضرتك معروفه دي يا فندم ان بتنصرف على مستوى الجمهوريه. السنه الماليه بتنتهي في 30/6. هل كان في ارباح؟ يا فندم السنه لا يا فندم بينقطوهم ان شاء الله بعد 30/6 الشهر الجاي، الشهر اللي بعده. حضرتك 30/6 اتي الارباح ومش الارباح، لا ده هي حضرتك عايز في بدايه المطالب قلنا احنا عايزين مواد خام
عايزين نشغل المصانع، عايزين استثمار، ضخ استثمار، وهي دي مشكله. ادونا ضخ استثمار وادونا مواد خام نشتغل وننتج، هم مش عايزيننا ننتج، هم مش عايزين يبقوا الحياه. طيب هم مش عايزينك تنتج على حد كلامك، وانت مش بتنتج لانه انت ما عندكش مواد خام. لا شغال يا فندم، لكن في نفس الوقت مش بتحقق في نفس الوقت عايز نسبه من الارباح اللي هي اصلا مش موجوده، ولا هي موجوده؟ لا ما بنتكلمش في ارباح حضرتك. دي واحده من المطالب. لا مش ارباح، هي مبلغ بيدوه، اتفقوا انه مبلغ بيدوه. ما هو مشكلتنا احنا اتحاد العمال فين؟ كل يومين يتغير اتحاد عمال ونخش في متاهه. مشكله الناس دي عايزين يعملوا انتاج، عايزين مواد خام، عايزين ضخ استثمار، كل الكلام ده فين؟ طيب هل انتوا خدتوا جدول زمني وعود بان هذه المطالب ربما ستتحقق في الوقت القريب؟ ده من شهر 7 لحد شهر 12 كل يومين حاضر، يعني يوميا. طب هسأل حضرتك سؤال، عايز حد من القيادات العماليه يكون راح للناس دي؟ ده بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا حضرتك حاجه جميله جدا، بيقولوا الناس دي فيها 6 ابريل واخوان. لا ده الناس دي بتقول ايه؟ يا منصور يا منصور قلنا نعم للدستور، عايزين الحد الادنى للاجور. قلنا نعم للدستور، عايزين الحد الادنى للاجور اللي اصلا بينص على الحد الادنى للاجور. حضرتك احنا في مشكله، احنا حضرتك النهارده بقالنا من 2006 من ايام حسني مبارك الناس ما هي موجوده زي ما هي. من ايام حسني مبارك الناس موجوده زي ما هي، فين الثوره اللي قامت؟ طيب خليني ارجع لك في الجزء ده، بس بعد ما اروح للاستاذ مجدي عثمان عضو ائتلاف عمال غزل المحله. اهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. استاذ مجدي، اخر يعني ما توصلتم اليه، هل الاضراب مكمل؟ ان شاء الله الاضراب مكمل لنيل العمال حقوقهم باذن الله. طيب هل عندكم امل انه هذه المطالب تتحقق؟ هل هناك يعني كلام عن انها ستتحقق؟ ان شاء الله احنا يعني تعودنا ان بالنضال وبالمصابره ننول ما مطلوبه يعني ان شاء الله. لا كويس، لكن هل حد من الشركه اتكلم معاكم وقال لكم هيحقق مطالبكم؟ والله هو يعني لسه ما حصلش مفاوضات على ارض الواقع، مفاوضات حقيقيه، ولكن فيه وكيل وزاره القوى العامله حاول يقرب منها ويتكلم ويانا، لكن طبعا ما فيش في ايده حاجه. احنا لسه منتظرين اللي في ايدهم الحل والعقد، منتظرين حد من الحكومه. وزاره القوى العامله مش في ايديها الحل؟ لا، الحل مش في ايد القوى العامله بس ولا في ايد وزاره الاستثمار بس. انا من رايي ان الحل لازم يكون من مجلس الوزراء نفسه، لان مشكله غزل المحله مشكله متجذره. ليه بقى؟ بدايه احنا عايزين ننهض بصناعه الغزل والنسيج. اول حاجه عشان ننهض بصناعه الغزل والنسيج هو النهوض بالعنصر البشري اساسا. العنصر البشري اللي جعان وتعبان وحالته صعبه. العنصر البشري في غزل المحله، غزل المحله هي من علمت المصريين ما هي الثوره. غزل المحله هي اللي اول كانت الشراره الاولى لثوره يناير، وهي اللي قامت على محمد مرسي، وفي الوقت ده ورفعنا قضايا عشان خاطر الحد الادنى، والمحكمه حكمت لنا، وبعد كده يتم استثناء العمال من الحد الادنى. الحد الادنى بالنسبه للعمال وحياتهم وكليه مرتباتنا ضعيفه جدا وضئيله. يعني انا بقالي 17 سنه شغال في الشركه، انا مرتبي الان يعني ما بكملش 1050 جنيه و50 مش 1200، ويقول لك يتم استثناء. الاساسي بتاعي 500 جنيه حتى الان. فالقضيه قضيه عادله، واحنا اول طلب بنطلبه نقول ضخ استثمارات ومواد خام لتشغيل الشركه وتشغيل المصانع. غزل المحله لا تخسر، غزل المحله بتخسر. في سياسه تخسير موجوده، سياسه تخسير نهجها النظام السابق لما قالوا احنا نحول مصر من دوله اشتراكيه لدوله راسماليه. حطوا لنا حاجه اسمها الشركات القابضه تمص بدمنا وتسيطر على العمال وتسيطر على الانتاج. واحنا القوه الانتاجيه بتاعت غزل المحله عملاقه. استاذ محمد بيقول لك مش غزل المحله اللي بتعمل وياها كده، بالفعل مش غزل المحله اللي اتعمل فيها كده. وضحت وجهه نظرك استاذ مجدي عثمان، اشكرك شكرا جزيلا. عضو ائتلاف عمال غزل المحله كنت معنا عبر الهاتف، واعود اليك استاذ محمد لاستكمال هذه النقطه، بانه يعني اذا كانت وزاره القوى العامله لا تكفي ووزاره الاستثمار لا تكفي، بالتالي انتم مستنيين الحل من مجلس الوزراء. ايه اللي مطلوب تحديدا من مجلس الوزراء؟ هو في حضرتك حاجات معينه. حضرتك اولا ان رئيس
الشركه رئيس الشركه القابضه يعين يبقى في انتخابات مجلس اداره. ليه؟ لان مجلس اداره هيحد المشاكل دي كلها، هيمثل العاملين. طيب هل للنقابه اي دور في هذه المشكله؟ بتحاول تحل معاكم المشكله؟ النقابه لا حول لها ولا قوه. النقابه عملت على اخر ما تقدر، النقابه عملت على اخر ما تقدر، انما هو حضرتك اللي بيتحكم برضه في الشركه دي واحد اللي هو المفوض ده، في واحد فقط لا غير، واحد. غير ما نكون اجتماع مجلس اداره وقرارات، غير ما يكون واحد مفوض على شركه من اكبر الشركات في الشرق الاوسط. شركه غزل المحله دي من اكبر الشركات في الشرق الاوسط، يبقى مفوض عليها واحد ويتعامل مع رئيس الشركه القابضه؟ ما يصلحش، ما ينفعش. انا بس بعد نخش بس في حاجه بسيطه جدا، رساله لرئيس الوزراء. اما قدمت مذكره حضرتك بقول نمشي اللي فوق ال70 وال80، نمشيهم، وبعدين الحد الادنى الاجور ينفذوه. قالوا الفلوس، قلت لهم لا الفلوس موجوده. لو انا مشيت، انا عندي حضرتك يعدي 90,000 فوق سن ال70 سنه شغالين، فوق سن ال70 وال80، مستشارين، رؤساء شركات قابضه. ده المستشارين دول بقت هم حاجه مش معقوله. ده مش المستشار ده ما يبقاش له في اي حاجه وجاي دخل المستشار. فلوس الشركه الدوله بتتصرف على المستشارين، على الناس اللي عدوا فوق ال70 وال80 وال90 سنه. لو الناس دي مشيت هنشغل الشباب، لو الناس دي اتجهت على الله هنشغل الشباب، مش هيبقى عندنا مشكله. انا بس المطالب عمال غزل المحله مطالب شرعيه، اي حد يكلمني يقول دي مطالب شرعيه. الناس عايزه تشتغل، الناس عايزه تنتج، الناس عايزه خام، عايزه مواد خام تشتغل فيها، عايزه استثمار، ضخ استثمار مواد خام. طيب في نقطه زي الحد الادنى للاجور وهي منصوص عليها في الدستور، متوقفه فين؟ ده حضرتك متوقفه فين؟ عند السيد رئيس الوزراء. ما هي دي اللي حضرتك بقول لك تقدمت بمذكره رئيس الوزراء ومذكره ده هقول لك على حاجه. انا مقدم مذكره من حوالي شهرين للوزير، شافه كده قام وقف، شافه وزير القوى العامله الاستاذ كمال ابو عيطه قام وقف. انت عارفه ليه حضرتك؟ احنا في سنه 1997 جالنا قانون المصمصه، الخصخصه. عملنا ايه عشان نرشي الناس؟ جينا على رئيس مجلس الاداره والمجموعه اللي معاه، كل واحد بياخد في الجلسه حضرتك 125 جنيه. انا مسؤول عن الكلام ده، 125 جنيه في الجلسه. انت عارف حطوا ايه؟ حطوا صفر، بقت 1250 جنيه. الوزير الاستثمار الاسبق بقت الجلسه ب 1250 جنيه، يعمل له كذا جلسه في الشهر. دي رشوه عشان يبيعوا الشركات. مشيت لحد دلوقتي ان خلاص الثوره قامت والشركات وقانون الخصخصه وكل حاجه وماشي لحد دلوقتي. طيب قول لي بس قبل ما يعني الفقره بتنتهي، انتوا واقفين على ايه دلوقتي؟ ايه الخطوه الجايه ومن قبل من؟ حضرتك احنا عايزين اللي ينفذ، لا رئيس شركه القابضه هينفذ ولا وزير هينفذ، احنا عايزين اللي ينفذ. واحد، مطالب العمال، عايزين ضخ استثمار ومواد خام يشتغلوا بيها في غزل. وحد ادنى للاجور. وحد ادنى الاجور، لا، ومحاربه الفساد. محاربه الفساد. نعم. أنا بشكرك جدا، شكرا. محمد عبد الحميد، سكرتير عام اتحاد عمال حزب الوفد، المنسق العام لاتحاد نقابات المهنيين والحرفيين، أشكرك جزيلا. وأنا أشكر القناة العربية